السلام عليكم اخوان اخوات والحباب وكاع متابعي كره. فجينا في فيديو جديد غنتحدثوا على على الموتسيبي اللي خرج بواحد التصريح وقال التعيين ديالي فوزي القرجاع جاء عن طريق الكفاءة والمستوى الرفيع اللي كيتمتع به فوزي. وبصراحة الله فوزي القرجاع فهو كيستحق يكون نائب اول ديال موتسيبي وكيستحق يكون رئيس الاتحاد الافريقي بصراحه الله، لان السيد ما كنظنش في تاريخ المغرب جا شي واحد شي رئيس الجامعه في المغرب عنده ديك الشغف، عنده داك الحب، كيفهم الكره بلي ديتاي ديالها. قليل تجبر في المغرب مثلا شي واحد كيفهم في واحد الدومين ملي كيبغيه كتجبرو، كيبغيه كيعشقو، كيفهم في التفاصيل ديالو. كتجبر واحد الانسان مثلا، كتجبر واحد الانسان مثلا خبير في داك الدومين هذا، ولكن كتجبرو تبارك الله كيفهم في داك الدومين وكتجبرو غلط، ولكن كتجبرو تقدر تجبرو كان باغي يمشي في واحد الدومين وزاد رجع في الدومين. مي فوزي القرجاع يعني واحد الشخص اللي جا مدرج، يعني كان معنا نهضة بركان في الهوات وكان متابع بلي ديتاي ديال الكره، وهاد الحوايج هادي نفعاتو بزاف شو سميتو في التسيير ديالو الرياضي بصراحه الله. هو ما كنظنش خصنا بزاف د الرجال بحال هكا، خصنا رؤساء في الانديه بحال هكا يكونوا حتى هما نفس الديكور، يعني يكونوا كيبغيو الكره، يكونوا كيجيو كيفهموا في لي ديتاي د الكره. لان ملي كيتلاقاو الناس اللي كتبغي الكره مع الناس اللي فهمتي كيتلاقاو مع بعضياتهم، فكيولي الافكار، كتولي صراع الافكار، وديك صراع الافكار هي اللي باش كتطور المنظومه الكرويه ديال البلاد. فهمتيني؟ يعني مثلا مشيتي لاسبانيا، مشيتي للبرازيل، مشيتي كتجبر الناس، كل واحد عنده فكر رياضي، كل واحد عنده واحد الثقافه رياضيه، كل واحد عنده واحد الابداع. فهمت؟ ملي كتلاقاو التطور كيبقى بسرعه. ملي كان واحد انا كنشوف المغرب بصراحه الله عندنا رؤساء الانديه الفكر مازال، او كذلك ما ننساش ابرهون ديال ديال شو سميتو ديال تطوان اللي حاليا كاينه في الجامعه. هادو جوج الناس اللي كيبانوا لينا كيفهموا في الكره كيناقشوا في لي ديتاي ديال الكره. اما البقيه فهما فهمتي خاصنا كفاءات جداد، خاصنا كفاءات الكره المحليه جداد باش يمكن، لان دارك عندك ملاعب في المستوى، بنيه تحتيه في المستوى، عندك كاع الحوايج في المستوى، ما عندكش اطر في المستوى، ما عندكش مفكرين في المستوى، راك ما درتي والو، ما درتي والو. ديما يبقى عندك المنظومه ديال التحكيم ناقص، ديما يبقى عندك المنظومه ديال الموهبه ناقص. ها التيران كبير قد الكارثه، ولكن انت ما عندكش ناس لاعب دعو اللي غادي يطوروا فهمتي العنصر البشري في جميع المجالات. فحال ما درتي والو. اذا البنيه التحتيه مهمه، ولكن ما هياش اللي غادي تزيد لك الاضافه 100% الا ما كان عندك حوايج اخرين. اذا موتسيبي فهو اختيار صالح، اختيار المستوى، انه القرجاع يكون يستحق ديك المكانه. وخصنا من هنا لقدام بصراحه الله شو سميتو كبلدان عربيه يترأس الاتحاد الافريقي شي واحد من العرب، ماشي حيت فوزي القرجاع كاين، فوزي القرجاع كاين ابو رده ديال الميس. المهم ما يخصوش هذا المنصب هذا يبقى حكرا على الافارقه. حتى حنا خصنا نستافدو، خصنا شي واحد من العرب، حتى حنا خصنا فهمتي نستافدو من بزاف الورشات. المهم حتى حنا يكون عندنا كلمه ويكون عندنا تاثير في الاتحاد الافريقي وناخذ ديك المنصب ونستحقوه. الكره العربيه راها هي المشرفه افريقيا، لا المونديال ديال الانديه اللي وصلت للدومين فينال المغرب. الجزائر حتى هي خدات مؤخرا كاس افريقيا في 2019، مصر 7 ديال الالقاب. الرجاء كوصلت النهائي ديال كاس العالم للانديه. هذا الموسم هذا وصلت شو سميتو بيراميدز. عندك نهضة بركان، يعني الانديه العربيه هي اللي مسيطره على الكؤوس وهي اللي مسيطره على المستوى الافريقي. فخاص العرب هما يستحقوا هذا المنصب هذا. فهادشي اللي كاين الاخوان. وصلنا للنهايه، ما تنساوش دعمونا بلايك واشتراك اللي مازال مشترك في القناه ديالنا، وعطيونا الراي ديالكم وتهلاو على فاسكم.